ايه الحلاوه دي يا بنتي يا نوجة؟ ايه الجمال ده؟ شايفين الفراخ متحمره ازاي؟ شايفين الجمال؟ بصوا، ولا الفراخ بقى دايبه؟ بصوا دايبه دوب دايبه. يلا بينا نبدا نعمل صينيه الفراخ بالبطاطس بالشكل ده. شايفين الجمال؟ اقسم بالله حاجه كده عسل. بصي هتاكلي صوابعك وراها. بصوا الفراخ هنا دايبه دوب. بصوا زي ما انتم شايفين كده، جمدان جمدان جمدان، جنب شويه رز بالشعريه بقى. يا سلام، ايه الجمال ده والله يا بنات، حاجه بصوا. وبركاته، ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. تعالوا هنعمل النهارده صينيه بطاطس بالفراخ ما حصلتش. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ بصوا يا بنات، اول حاجه معايا بصل متقطع بالشكل ده. انا حبيت اعمل بصلتين كبار، بصله احمر وبصله ابيض. البصل الاحمر والبصل الابيض بيدوا طعم حلو جدا في البطاطس وبيدي تيست عالي جدا. دي اول حاجه معانا، انا مقطعاه بالشكل ده شرايح. تمام، انتوا بقى براحتكم. ومعانا تاني حاجه وهو فلفل هريسه شطه كده حمراء، وفلفل اخضر، وفلفل برضو وقرون شطه كده هحطها زي ما هي، وطماطم متقطعه شرايح، وفصين من الثوم مفرومين. تمام. ومعانا طبعا الفراخ بتاعتنا القمر مغسوله ومتنضفه ومعموله بالشكل ده. انا هنا هستخدم وركين وصدر بس، مش هحط اكتر من كده. تمام. وطبعا البطاطس متقطعه بالشكل ده، ولا هي رفيعه قوي ولا هي تخينه قوي عشان تستوي مع الفراخ. والبهارات معانا 7 بهارات وفلفل اسود وبابريكا بس. عايزه تضيفي شطه بقى ضيفي. تمام. وطبعا الطماطم بتاعتنا مضروبه في الخلاط ومتصفيه، انا مصفياها وشايله البذر والقشر منها. تمام. اول حاجه هنعملها بقى وهي هنتبل معانا كده ايه الفراخ بتاعتنا الاول بشويه ملح وشويه فلفل. بصراحه بتدي ريحه وطعم حلو جدا. انا حابه ان انا اعمل الخطوه دي. تمام. البهارات يعني حبه بهارات كده بساط يعني، بس بصراحه بيودوا الفراخ في حته تانية. اهو فلفل اسود، وطبعا حبهان مطحون والبستكه والحاجات اللي دي مطحونه. تمام. رشه بس بسيطه كده مش اكتر. هنا كده الفراخ بتاعتنا تبلناها بالملح والفلفل والتوابل، هنركنها كده. ومعانا البصل بتاعنا، شويه فلفل، شويه ملح، شكرا يا ماما، كده شويه ملح. كلها حاجات بسيطه جدا بس بتفرق معايا في الطعم جدا جدا جدا. اهو هندعك بقى كل الكلام ده كده مع الفلفل الاسود والملح. بصراحه البصل لازم تعملي الخطوه دي عشان تطلعي بالنتيجه والريحه والجمال بتاع الصينيه اللي هتعمليها، او طاجن ممكن تعمليها في طاجن لو حابه. بصراحه بتبقى حلوه جدا. انا هنا كده خلاص اهو زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. بقى كل كده الحاجه بتاعتي هنا جاهزه متبله اهي. وهنا طبعا معايا بقى طاسه او صينيه حسب ما انت بتحبي تعملي. حطيتها على النار كده بالشكل ده، وهنضيف فيها شويه من الزيت اهو. وهنا معايا يا جماعه بعد ما الزيت سخن معايا كده هنزل بالفراخ على الجنب اللي فيه الدهن اللي هو فيه الجلد ده زي ما انتم شايفين كده. الخطوه دي مهمه جدا، ولا بتدي ريحه زفاره ولا بتدي اي ريحه. لما بتيجي تعملي صينيه البطاطس بتطلع البطاطس بصراحه طعمها حكايه. بصوا زي ما انتم شايفين كده، زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى هقلبها، هنقلب الفراخ على الناحيه الثانيه. اول ما تلاقيها غيرت لون معاكي بالشكل ده كده هتقلبيها. اهو زي ما انتم شايفين كده. بعد ما غيرت لونها كده هنبدأ نطلعها.
زي ما انتم شايفين كده. الزيت بقى اللي حمرنا فيه الفراخ هننزل فيه بالبصل وهنشوح دي فراخ. والله بجد جربيها، قومي كده اعمليها لاولادك وانت هتنبهري. شايفين البصل بقى، شايفين البصل وجماله. هيدبل بس معايا كده حاجه بسيطه، وبعدين هننزل بقى بالخضار اللي معانا حاجه حلوه. وهنا طبعا بعد البصل كده لما ادينا له بس كده ايه دبل معانا في الزيت، مش هنحمره طبعا زي ما انتم شايفين كده. هنزل معايا هنا بالايه بحته صغننه كده من الثوم وهريسه الفلفل. هريسه الشطه دي ما تكتريش منها بقى لو هي حاميه قوي يعني. وهننزل بالفلفل معايا واقلب قلب قلب اقلب كل الكلام ده كده مع بعضه. ومعايا هنا البطاطس وهنشوح كل الكلام ده برضو مع بعضه زي ما انتم شايفين كده. رصيت الطماطم بالشكل ده في قلب الصينيه، وهناخد كل الكلام اللي احنا شوحناه ده وننزل بيه هنا كده. واو بقى، بصوا يا جماعه الجمال، ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. شايفين على الفرن هنحط بس الفراخ تمام زي ما انتم شايفين كده هنا اهو كده كده. وادي الطماطم اللي احنا ايه ضربينها في الخلاط ومصفيينها يا بنات، مصفيينها. ها خليكم مركزين في الحته دي. معايا البهارات، هنرش كده البهارات بقى بتاعتنا، فلفل اسود، بابريكا، 7 بهارات، وسيبيها بقى مع نفسها كده. وشويه كده من الملح، وهنا هنضيف بقى ايه مكعبين كده من المرق، مكعبين ماجي اللي هو الفراخ، او لو عندك اللي هي الفوريه دي بتبقى حلوه جدا برضو. وهنا بننزل بشويه صغيرين كده من الميه ونديها غلوه بس كده على البوتاجاز، وبعدين بقى ندخلها الفرن. وهنا بقى هنغطي عليها الورق الفويل كده بالشكل ده، ونسيبها بقى ايه تستوي مع نفسها. ما عندكيش عادي دخليها الفرن من غير ما تحطي عليها ورق. هنا بقى كانت خلاص كده هننزلها بقى هندخلها الفرن. الفرن بتاعنا سخن وخلاص، هندخلها بقى الفرن كده. وهنا يا بنات كانت خلاص البطاطس بالفراخ استوت. تعالوا بقى كده نشيل ونحطها بقى ايه تحت الشوايه شويه. بصوا واو، ايه رأيك يا مكة؟ حلوة؟ بصوا يا جماعة البطاطس استوت، الفراخ بصوا اهي، برضو الصدر كمان زي ما انتوا شايفين اهو. هندخلها بقى دي اهو، هنشيلها خلاص اتلزقت في الفويل يعني، هنشيلها دلوقتي اهي خلاص اهي اتشيلت. حاجة تانية يا كوكو؟ هنا بقى يا بنات هندخلها بقى على الشوايه تمام، وهرجع لكم تاني. الله على الجمال، الله 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 الله، ايه الحلاوه دي يا بنتي يا نوجه، ايه الجمال ده. شايفين الفراخ متحمره ازاي، شايفين الجمال. بصوا ولا الفراخ بقى دايبه، بصوا دايبه دوب
دايبه دوب ولا البطاطس. شايفين الجماد، جمدان. هو ده الكلام. بصوا دايبه دوب ازاي. بصوا اصلا شكل الصينيه، شايفين. يلا لايك وشير بقى لو الفيديو عجبكم، واكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم. باي باي.